تعالوا نتكلم مع بعض النهارده على شويه فوائد كده لزيت جوز الهند. زيت جوز الهند ما ينفعش بيت في مصر يكون ما فيهوش زيت جوز الهند ده. زيت جوز الهند فيه فوائد كبيره جدا للبشره وللشعر وللاسنان كمان. هتكلم النهارده اول حاجه عن الاسنان. زيت جوز الهند فيه حمض اسمه حمض اللينوليك اسيد. الحمض بقى ده بيعمل ايه؟ بيعمل على الترطيب وعلى قتل البكتيريا. لو انت دلوقتي اسنانك بيكون فيها بكتيريا كتير، اللثه عندك بتكون ملتهبه، دايما بتحسي ان معجون الاسنان ما بيجيبش نتيجه كويسه مع سنانك او مع اللثه بتاعتك، جيبي بقى زيت جوز الهند. اهم حاجه ان هو يكون اصلي وحطيه على فرشه اسنان زي ما انا بعمل كده، وحاولي تقدري تستخدميه يا بنات لمده 10 دقائق. 10 دقائق لفي كده الحركات دقيقيه، دخليه جوه اسنانك من جوه واعملي كده على لسانك كمان، بحيث لو في اي بكتيريا يقضي عليها. وافضلي اشتغلي كده في حركات دائريه لمده 10 دقائق. كرري الحركه دي لمده مرتين او 3 مرات في الاسبوع، بجد اسنانك هتختلف. لو كان اللثه عندك بتنزل دم، لو اسنانك ما كانتش قويه، بجد هيفرق معاكي جدا يا بنات. ده غير الريحه الممتازه، هيقضي على اي بكتيريا بتسبب ريحه وحشه. بجد يا بنات خرافه. خلي ازازه كده صغيره عندك من ام 10 جنيه دي كده في الحمام، يوم ويوم لا، وانت بتستخدمي معجون الاسنان استخدمي زيت جوز الهند. افضلي اعمليه كده في حركات دائريه اهم حاجه، ودخليه في اللثه ودخليه كمان على اسنانك. بس كده لا، ده كمان زيت جوز الهند لو هتستخدميه لبشرتك هو بيعمل قواقي شمس للبشره، بيحافظ على الحاجز بتاع الجلد. بنات كتير قوي بتفضل تقول لي انا استخدمت كريم دمر لي حاجز البشره، بشرتي بقت عرضه ان هي تطلع البقع الداكنه، بشرتي بقت عرضه للكلف. جوز الهند ده لو كل يوم قبل ما تنامي حطيتيه بس على قطن كده ومشيتيه على بشرتك، سواء كانت بشرتك عاديه او بشرتك جافه او بشرتك عاديه مايله للمختلطه، بجد هيديكي نتيجه وترطيب روعه. غير كمان يا بنات ان هو بيتعمل قواقي شمس. مش معنى كده ان انا احط على بشرتي وانزل على طول، انت ممكن تحطيه الاول كترطيب وبعديها بنص ساعه حطي اي مرطب فوقيه وانزلي في الشمس، بجد هيحميلك بشرتك بنسبه 60 ل 70%. لو استخدمتيه على شعرك بقى هيدي ترطيب روعه جدا، غير ان هو بيعالج الشعر التالف، غير برضو ان هو هيدي ريحه كويسه جدا. وانا تقريبا مدخلاه في معظم الخلطات بتاعه الشعر. والاهم من كده ان هو برضو هيحمي شعرك من الشمس. لو انت بتخرجي بشعرك وبتخافي ان الشمس تفضل تهلك شعرك او تخليه تالف، حطي شويه من جوز الهند على شعرك قبل ما تنزلي، بجد هتلاقي حمايه ولمعان مش طبيعي. غير طبعا ان معظم الناس اللي بتكون تعبانه وعندها امراض زي امراض الكبد او عندها فيروسات، يقول لك مفضل ليكي ان انت تستخدمي في الاكل زيت جوز الهند او زيت الزيتون. بجد يا جماعه المميزات بتاعته تحفه وتجنن. ممكن تستخدميه كروتين حلو جدا لبشرتك ولشعرك ولجسمك، وبجد هيفرق معاكي. غير ان انا كمان مدخلاه في شويه خلطات كده. لو انت بتعاني من جلد الوزه، تابعوا الفيديوهات بتاعتي عشان تعرفوا كمان استخدامه لعلاج جلد الوزه هيكون ازاي. لو الفيديو عجبك ما تنسيش ان انت تعملي لايك وتعملي شير علشان اكبر قدر من البنات تستفاد من المعلومات اللي بقولها. وكمان لو اي حد عنده اي سؤال يدخل يكلمني على الخاص وهرد عليه. مع السلامه.